السلام عليكم، مرحبا بكم معنا اليوم في قناة مأكولات شهية. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم بالتمام بالصحة والعافية إن شاء الله. كيف ما كتشوفوا معنا وصفة جديدة اليوم، غادي نحضروا معكم صابلي بالزنجلان واللوز اللي كيجي رائع، شي حاجة لي بريستيج غادي تنال إعجابكم أكيد. غير جربوها. خليكم مع المقادير والطريقة. غادي نبداو بسم الله على بركة الله. غادي نحتاجو 150 غرام ديال الزبدة حيوانية، وكذلك 100 غرام ديال السكر سنيدة. غادي نبداو نخلطو بالاطراف الاصابع ديالنا. كيف ما شفتوا دخلنا ديك السنيده في الزبده، وغادي نضيفوا لها واحد 50 غرام ديال الزنجلان محمر ومطحون، وكذلك واحد 50 غرام ديال اللوز محمر بقشوره ومطحون كذلك، ومعلقه صغيره ديال النافع مسخن ومطحون، وكذلك معلقه صغيره من القرفه والقليل من الكوزه حتى هي محكوكه. ضفنا كذلك قبيصة الملحة لتعديل الذوق، وغادي نحتاجو لهنا 250 غرام ديال الدقيق هو اللي غادي نحتاجو. غادي نجمعو به الخليط، كنبقاو نضيفو الدقيق بالتدريج. هنايا كيف ما شفتوا خدينا واحد البلاستيك غذائي ودرناه من التحت ومن الفوق وحطينا وسطو العجين، وكنسرحوه بدلاك كيف ما كتشوفوا معنا. خليتنا هذاك السمك ديال الصابلي غليظ شويه. اولا حيت ما فيهش الخميره، وثانيا حيت ما غاديش نلصقوا وحده على وحده، غادي تجي غير وحده. لو خديت هذاك السيركل، نتوما بغيتو ديروا اي شكل عندكم ديروه. هاد السيركل ومن بعد كناخذ هذاك واحد دائري صغير حتى هو، وكنت نحيد كنخويه من الوسط، كندير هذيك دائره حتى هي صغيره من الوسط. نستمر بنفس الطريقه. نعاود معكم كيف ما شفتوا العجين كيف ما قلت لكم كتبقى السمك ديالها غليظ، ودائما كنشكلوا هذاك الدائره الاولى في البلاستيك باش وكتسهل علينا حتى هي البلاستيكه باش نهزوها، وهذاك الثقب الاخير كنديروه في اللاطه باش ما يتخسرش لينا الشكل ديال الحلوى. هنايا بعد ما كملنا وغادي ندخلوها للفرن. بعد ما طابت لينا وخرجناها من الفران، هنايا عندنا 150 غرام ديال الشوكولاط ماكاو اسود، وكذلك 100 غرام ديال الشوكولاط كالا. كيف ما شفتوا قطعت هذاك الكيوي، ولا انا كنحل هذاك البيستاج حيت هو اللي متوفر عندي. هنايا بعد ما ذوبنا الشوكولاط في حمام مريم، كنضيفوا ليه اللوز كونكاسي كيف ما شفنا، وكنخلطوا. وغادي نحط الصابلي وسط الشوكولاط كيف ما شفتوا، وكنحطوه في ورق المطبخ. وكنزين بقطعة من الكيوي وكذلك قطعة من البيستاج. كيف ما شفتوا كنخشيها وسط الشوكولاط، ومن بعد كنهزها بفرشاط وكنخليها شويه حتى تسقطر لينا من الشوكولاط تماما باش ما تشش لينا الشوكولاط بزاف. وكندوز للتزيين بالكيوي والبيستاج. هذا هو الشكل النهائي ديال الوصفه ديالنا ديال اليوم. صابلي اللي كيجي رائع وهماوي، شي حاجه لي بريستيج.
ذوقا وشكلا كذلك اللي غادي ينال إعجابكم. غير جربوه وما تبخلوش علينا باللايكات ديالكم وخلنا الرأي ديالكم في التعليق، وبعد بدعمكم كنزيدو للقدام وبالصحة والراحة، وفي فيديو قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.